كلما كتبت الأقلام المأجورة والعقول العافنة فإنها لن تغير شيئا من الحقيقة، طالما هناك أقلام حرة وعقول نيرة أخذت على عاتقها كشف الحقائق وإزالة الغموض. وهذا ما تفرد به السيد الصرخي الحسني في محاضرته 15 من بحث السيستاني ما قبل المهدي إلى ما بعد اللحد، لكشف قضية خطيرة جدا، وهي الأقلام المستأجرة والإعلام السلطوي المسيس. وبين كيف شرعنت هذه الأقلام فعل الحاكم المخالف للشرع وضروريات الدين والأخلاق، وحرفت الكثير من الحقائق ووظفته لصالح الحكام. أقول تسخير الأقلام المستأكلة والمرتزقة والإعلام السلطوي من أجل شرعنة فعل الحاكم، من أجل شرعنة فعل الحاكم وإجراءاته المخالفة للشرع وضروراته وحتى المخالفة للأخلاق. ومن بين هذه الشواهد التاريخية قبة الصخرة، وكيف شرعن كعب الأحبار زيارتها والتبرك بها تلبية لرغبة عبد الملك بن مروان، حتى جعلها تضاهي بيت الله بل أفضل منه، وأفتى بأنها موضع قدم الرحمن ومحلا للحج والعمرة والتنبيه. ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير فبنى القبة على الصخرة وكساها في الشتاء والصيف ليرغب الناس في زيارة بيت المقدس ويشتغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير. شيخ الإسلام يا له من شيخ يبرر البدعة، يغطي على البدعة، يطمطم على البدعة، لأنها بدعة أموية، بدعة مروانية، بدعة من أئمته، من قادته، من سادته، من أئمته، من أنبيائه، من أربابه. نعم إنه يقدس بني أمية، إنه يعبد بني أمية، إنه على دين بني أمية. وكشف سماحته مغالاة وجهل أتباع ابن تيمية التكفيريين وما يعتقدون به من بدع، أمثال قبة الصخرة التي آمن بها زعيمهم ودفن حقيقتها لأنه على دين بني أمية، كما يفعله مغالاة ومرتزقة الشيعة أمثال مرجعيات السيستاني والشيرازيين أصحاب الفالنتاين والشاذين جنسيا. غلاة الشيعة ومرتزقة الشيعة وفسقة الشيعة مراجع هذا الوقت، أصحاب السب الفاحش والفسق والفجور، ما يسمى بالشيرازية وغير الشيرازية من الشاذين جنسيا الذين يسبون بالفحش والفجور ويستعملون الفحش والفسق والفجور والبذاء للطعن بأمهات المؤمنين وبالصحابة الكرام، ويدعون الناس إلى هذا مرجعية الشيرازية ومرجعية السيستانية ومن لف هؤلاء المراجع وهذه المرجعيات الفاسقة الفاجرة المنحرفة الشاذة جنسيا، أصحاب الفالنتاين والمثلية.